السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزي نفسي وأعزي أسرتي وأعزي عمي عنتر وأولاده وأعمومي في وفاة ابن عمي يعقاع بن عنتر أثر سقوطه إلى الكوها البركانية أمس، ولم يستطيع أحد إخراجه إلى اليوم. رجال أسرته بالمستشفى، أمه فواته بالمستشفى من أمس. هذيك تطلع هذيك تروح، هذيك تطلع وهذيك تروح في حالة ما يعلم فيها الله. عمومي كلنا مصدومين، كلنا لا حتى الآن كأننا في حلم مش في حقيقة. الوضع الله لك على كل حال. في ناس قالوا بيتبرعوا 2 مليون من حجاج، شخص من حجاج الله يبارك فيه قال بيتبرع بالذي يخرج القعقاع 2 مليون ريال. الأخ يعقوب زياد الله يحفظه ويبارك فيه تكفل أنه ينزل يدي القعقاع، وأي تبرعات يدوها الذي يطلعه الإكرامية يجيبوها لبيت القعقاع الذي يبت عمي عنتر. طبعا حالتهم مش شبه هذاك المرتاح، وطول عمرهم في بيت إيجار، طول عمرهم ساكنين في بيت إيجار، والوضع معهم مش تمام. وفيه ناس شفت منشورات أمثلة الشيخ ناجي علي إنه واحد تبرع ب$1000، واحد 200، واحد ب50,000 ريال، المهم تطلع قرابة 650 700,000 أو 600 مش عارف. المهم وقلت 2 مليون يعني فعلا الخير يوفوها. طبعا القعقاع كانت أمنيته أنا آخر أيام كنت معه آخر أيام، كان كل همه بيت ملك، خرج من البيت الذي هم فيه، وبيت دكاكين ما هوش بيت، وما شاء الله كثير، بيت كله زنج. والله قعقاع كان مصدر دخله كله من الحرب، ما مش بيده منها انه يشتغل. انا اخر ايامي كنت اعامل معه وقناع انا وامها الله يرحمه قطعنا لها بطاقه، كنا نشتري نقطع لها جواز، لسه كنا نشتري نقطع لها جواز علشان نخرجه من المكان الذي هو فيه، نوديها السعوديه او اي دوله يشتغل فيها، لانه عارفين نهايته في الحرب هيجي اذا وعى يسلم بهذا الشيء. والولد مصدر رزقه هناك، ان يروح ايش يفعل؟ يسرق، ياكل حق الناس، ما بيده الا هذا الحرفه، كان يطلع يحصل زاد نقص ونزل. المهم انا ما احبش ان اطلع الحلبات، طول عمري ما اعرف اطلع حلا 5 مرات او 4 مرات ما يطلع فيها. مرات طلعت لها هناك اجبرني اني اطلع، لازم ان اطلع. طلعت انا وياه يشهد الله من 7 زمن انا كنت انصحه يبعد له من هذا الشيء، ما احنا راضين له، انا وعمومي وابوه. ابوه قد ضربه، اخوه ما علي لا من الجيله حبسها ابوه، ابي عمومي كلهم صيحوا فوقه، ما مش فارق انه يكون في هذا المكان لان احنا عارفين نهايه هيجم. الولد طايش ومصدر رزقه هناك. المهم طلعت انا وياه ملحظه، انا بعمل لكم الفيديو، لكم مقطع الفيديو الان ايش كان يتمنى، بس اسمعوا ايش كان يتمنى. مش فايده، ما تقدر تدعمونا. ليش يا ابن العم؟ ما يدعمونا. فايش يدعموك؟ ايش تزعم بالضبط؟ لنا بيت، لنا حاجه، لنا بيت، لنا حاجه، جالسين خاطر حياتنا هذا نقول. لا يمو الفلوس الذي عيدوا هذا صاحب ارض يعني يكون متعاون معاهم، ان شاء الله يشيلوا لها الارض وفعلا الخير يوقفوا معه. التجار الاخ جزان زقري ما يقصرش، وغيره وغير من التجار الكبار، كل واحد بقدر ما يستطيع نعمل له الذي يقدروا، يعني يخرجوه من المكان الذي فيه. اقل حاجه ما قدرنا نسوي له حاجه
في الدنيا نسويها له بعد ما يموت لأسرته نحقق حلمه. وقفوا مع الرجال، وقفوا مع أسرته.